بسم الله الرحمن الرحيم. منتخب المغرب بيتأهل لدور الثمانية من بطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أراضيه بعد الفوز الصعب على تنزانيا بهدف دون رد. هنستعرض في الفيديو التقارير أو الصحافة الإسبانية رد فعلها على أداء المغرب والفوز النهاردة. نبدأ بصحيفة آس الإسبانية المدريدية اللي قالت إبراهيم دياز مجنون كرة. الصحيفة الإسبانية قالت المغرب سلمت مفتاحها للعبقري الجديد عشان يفكوا عقدة تنزانيا. الجول الرابع في رابع ماتش وتفاهم يخوف مع أشرف حكيمي طيرهم لربع النهائي. عبقري تألق في المغرب، مش بس مش مولود في الرباط ولا كذا ولا حتى مراكش، ده مولود في ملقا. موهبة تقيلة بتلعب دور البديل الفخم في ريال مدريد، وفي نفس الوقت هو القائد اللي مفيش عليه خلاف في منتخب المغرب. ناس بتكمل وتقول إبراهيم نجم أفريقيا وهدافها لحد دلوقتي، واللاعب اللي هيموت ويجيب اللقب للمنتخب اللي فضله واختاره على حساب أسبانيا هو اللي فك شفرة ماتش تنزانيا اللي كان معقد ومكلكع أكتر ما كنا متخيلين. إبراهيم دياز وأشرف حكيمي خلصوا على أمال منتخب تنزانيا المتواضع، بس الحق يتقال تنزانيا تستاهل التحية لأنهم صمدوا خلوا النتيجة متعلقة، ومفيش حد عارف إيه اللي هيحصل لأكتر من ساعة. خطة المدرب الأرجنتيني جاموندي بثلاث مدافعين جابت نتيجة، والكورة في تنزانيا واضح إن ليها مستقبل، خصوصا إنهم هيستضيفوا البطولة الجاية مع أوغندا وكينيا في 2027. المشروع بتاعهم بيتطور في كل حاجة، ووقوفهم ند لند قدام كبار القارة بيثبت ده. أما المغرب عندها قماشة واسعة ولاعيبة كتيرة تسد، بس الخبر الوحش للمدرب وليد الركراكي كانت إصابة العقل المدبر ونجم جيرونا الإسباني عز الدين قناحي قبل الماتش بيوم. منظره وهو قاعد بالعكازات بيتفرج على الماتش لخص قد إيه غيابه مؤثر فنيا. المغرب تعبت من غيره، ونفس الكلام هيحصل مع جيرونا للست أسابيع الجاية بسبب إصابة في الخلفية. اللي رجع ورجع بقوة كمان هو أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان اللي كان مشكوك إنه يلحق البطولة أصلا بسبب الدخلة الغشيمة بتاعت لويس دياز في دوري أبطال أوروبا، بس قدر يلحق ويرجع أساسي. وجود الكرة الذهبية الأفريقية فارق جدا مع المغرب، النجم اللي واخد البالون دور الأفريقية فارق مع المغرب، ده الكلام على لسان الصحيفة الإسبانية. التناغم من اللي بينه وبين إبراهيم على الجبهة اليمين بيقول إن الجبهة دي هتبقى نار وهتعلي رتم الفريق الجامد أصلا. الاتنين دول هم اللي طبخوا الجول اللي فتح الماتش. لاعب باريس لعبها اللاعب مدريد اللي رقص في سنتي جوه المنطقة وشاط في الزاوية الضيقة بخبث وخدع الحارس ماسالانجا. قول وفعل جول حط المغرب في ربع النهائي. جول بيفكرنا ان اسم ابراهيم نفسه ده له وزنه في افريقيا، رغم الدوشة اللي حصلت في اخر اللعبة لما التنزانيين طلبوا بضرب الجزاء بدعوى المسك داخل منطقة او مربع العمليات. نروح لصحيفة ماركا الإسبانية اللي قالت إبراهيم دياز بيضع المغرب في ربع النهائي بهدف وإنقاذ جديد. ينقذ المغرب بهدف جديد ويقود أسود الأطلس إلى طبعا الدور المقبل. قالت إن لاعب ريال مدريد أصبح الهداف فعلا للبطولة بمفرده برصيد 4 أهداف. وبرضو الصحيفة قالت إن في الوقت اللي المغرب كان بيمُر بأسوأ لحظاته وكانوا بيتخنقوا حرفيًا في دور ال16، ظهر إبراهيم بسلاحه القناص وسجّل هدفه الرابع في بطولة أفريقيا السنة دي. هدف دياز حط بطاقة التأهُّل على طبق من فضة، سواء بقى هيلعبوا الكاميرون والّا جنوب أفريقيا هنشوف إيه اللي هيحصل الليلة. بس رقم 10 في المغرب كان تاني هو نجم الشباك في ماتش ما كانش سالك خالص قدّام تنزانيا، لأن تنزانيا ما كانتش لقمة سايغة وما سهّلتش الدنيا عليهم. طبعًا إبراهيم سجّل في ال4 ماتشات بتوع البطولة لحد دلوقتي، هو الهداف، هو النجم الأول بلا منازع، وده اللي قالته ماركا. على الأقل لحد اللحظة دي ما فيش حد عنده عدد الأهداف دي ولا التأثير الحاسم ده مع فريقه، وده رغم إنه اتغيّر في ال4 ماتشات والنهارده خرج في الدقيقة 83 وكان طالع ماسك رجله في بعض القلق البسيط. تنزانيا على حد قول ماركا قالت إنها نشّفت ريق المغرب. من غير أناح المصاب الكورة ما كانتش بتمشي بسلاسة في الشوط الأول، ورغم جول سيباري اللي اتلغى تسلل بسبب التسلل وسيطرتهم على الكورة وشوية مناوشات من إبراهيم نفسه وعبد الصمد الزلزولي. بس غير كده شكرًا، في الشوط الأول أصلًا المغرب ما سدّدش ولا كورة بين ال3 خشبات. في الشوط التاني إبراهيم خلّص الكلام وحسم كل حاجة بالجول اللي فك عقدة دور ال16 دي،
ومع وجود أشرف حكيمي في التشكيل الأساسي خلاص الفريق محتاج يظبط أداؤه ويتحسن كتير قوي لو عايزين يفضلوا المرشح رقم واحد إنهم يشيلوا الكاس في النهاية.